بدي اوامر البدء في هذا. انا ليس لي سلطه اصلا على الناس هناك. لم انزل امبابه من قبل اصلا يعني الا مرات قليله جدا. ليس لي علاقات هناك. كلمه اعطي اشاره البدء دي نقطه. النقطه الثانيه انه اللي حصل انه تم ضرب نار من فوق الكنائس والمباني، الكنيسه هناك والمباني المحيطه بها على المسلمين، وكل الاصابات اصلا من المسلمين. فمن ضرب النار على من ومن اعطى الاشاره لبدء اطلاق النار؟ هذا كذب. يعني يجب ان احنا يعني عندما نتكلم بالادله، لا نتكلم بغير ادله. الموضوع حساس جدا وموضوع محتاج تاكد من. ما هو عشان يعني كده انا اجلت الموضوع، يعني حاولت ولكن ما حدش راضي يرد عليا رد شافي. اتفضل يا فندم. اجلت كنت عايز رد من المجلس بتاع القوات المسلحه، قالوا لي نص ساعه وفي اجتماع وهنرد عليك. مدير الامن رفض التعليق نهائيا. القصه الان ان هناك اخت اسمها عبير طلعت خيري. أيوة. هذه اسلمت منذ 7 شهور. أيوة. وسمت نفسها اسماء محمد احمد ابراهيم. واشهرت اسلامها في الازهر الشريف. ثم بعد ذلك تم خطفها يوم 3/3 من بنها عن طريق قسم 3 من الخدام وابوها وامها وبعض المعارف. خطفوها ثم بعد ذلك اسكنوها في عماره تابعه لكنيسه ماري مينا في شارع الاقصر بامبابه. فهي بنفسها كلمت الشخص اللي كان السبب في اسلامها، اسمه ياسين ثابت، وهذا الشخص كلم بعض المسلمين لكي يحاولوا ان هم يجيبوها من المكان اللي هي محتجزه فيه ومحجوزه فيه. فحصل التجمهر للمسلمين ثم حصل تجمهر من المسيحيين. طيب سامح لي برضه يا دكتور حسام، المسيحيين معهم كميه من الاسلحه غريبه جدا. طيب انا بس سامحني بالله عليك على جزء الاسلحه. ثم بعد ذلك ضربوا النار، واخيرا جات لي انباء انهم ضربوا النار على الجيش، يعني في اصابات من الجيش. طيب دكتور حسام كل قصة قدامي وبشكرك انك انت لخصتها للمشاهدين، وهي قصة المتواترة بهذا الشكل، ولا اعلم مدى صدقها بنسبة كام ولا كذا، ولكن من